دكتور مجدي أمال، خبير الأحياء، إلى مجدي صاحب مقولة كلنا أحياء وهنموت. وبلطف كبير جدا من ربنا قدرنا إننا نحول دكتورة ولاء عاشقة الكيمياء إلى ولاء مؤسسة جروب عشاق خشبة المسرح اللي بيقف عليها أستاذنا الفاضل وحبيبي رضا البحراوي. واو. أما الدكتور طلعت فحولناه إلى النسخة المشوهة من ويجز. بقى بيدس كل الناس، بيدس عيلته، بيدس أصحابه، بيدس إخواته. وبدل ما يسجل براءة اختراع، النهاردة طلعت بيسجل تراك جديد. تصفيق حاد بعد إذنكم. بس خلي بالك، طلعت عنيد وممكن اغنيه تضرب منه وتبقى ترند. اصبروا بس وأنا هوريكم أنا هعمل إيه في طلعت ده. بعدين ثانية واحدة، أنت بتحني له ولا إيه؟ طبعا. سحرت لي ولا سحرتني؟ طبعا، ما هو حبيب القلب. ايه ده هو اللي كان بيجري وراه على فكره وبيحفي كده وانا مصدره الطرشه. طيب، من المعلومات اللي انا جمعتها عن دكتور طلعت ان هو رافض تماما الجواز البيولوجي، ومهتم جدا بالعروسه الفضائيه اللي هتيجي على المكوك الابيض فابيض تاخده ويطيروا على كوكب المشتري. يصبر عليا بس طلعت ده وانا هخليه هو اللي يروح لها. بس احنا نستفيد ايه يعني؟ هنستفيد ايه من اللي بيحصل لهم؟ تاني يا جماعه؟ تاني؟ هو انا كل يوم هقول لكم نفس المعلومه تاني؟ احنا بنعمل كل ده عشان نسبقهم ونوصل قبلهم، نعمل بحثنا ناخد منحتنا، الموضوع بسيط. اخ منك انت يا دكتور علي يا نمس، عينك على نوبل. ها ماشي يا سيدي. المهم يا فادي، انت عارف هتعمل ايه النهارده؟ عارف هعمل ايه كويس جدا، عارف هعمل ايه كويس جدا. ربنا يستر.